انت اخر مرة قلت الحمد لله بجد كانت امتى؟ مش كلمة تتقال، قصدي حسيتها. تخيل واحد صحي من النوم يوم عادي، فتح عينه بس مفيش غير سواد، بيحاول يركز يفتح اكتر، مفيش حاجة. حاول يقوم، جسمه تقيل، نفسه مش مريح. اول حاجة قالها: يا رب رجعني بس زي امبارح. امبارح اللي كان شايفه عادي جدا. تفتكر امبارح بتاعك كان في كام نعمة عدت عليك كده كأنها عادية؟ يمكن المشكلة مش إن النعم قليلة، يمكن أحيانا مش بنشوفها، ويمكن كمان بنقلل منها من غير ما ناخد بالنا، لأننا بقينا بنبص ليها بعين الناس، بعين الدنيا، بعين المقارنة، بعين عمرها ما بتشبع. فالحاجة اللي ملهاش سعر مش بنحس إن هي مهمة أوي. يمكن إحنا مش زعلانين إن النعم قليلة، يمكن اللي وجعنا إنها مش غالية كفاية. يمكن المشكلة مش إن النعم قليلة، يمكن المشكلة إننا مش بنحس غير لما بنخسر. وعشان كده قلبنا أوقات بيحس إن في حاجات ناقصة: فلوس، شقة، عربية، نجاح الناس شايفاه. بس كل ما نيجي نقرب منهم نكتشف برضو إن الإحساس ده لسه موجود. بس في حاجات تانية على فكرة: انت بتتنفس، انت شايف، في حد بيحبك. كل دي نعم يمكن متعودين عليها، بس لو راحت مش هتكون حاجة بسيطة خالص. يمكن المشكلة إن العين دي مش شايفة غير اللي له تمن، لحد ما نخسر حاجة منها. ساعتها مش بنفكر في فلوس ولا نجاح، بنقول بس: يا رب رجعني زي ما كنت. بس ربنا مش مستني اللحظة دي عشان تقرب. الحمد لله رب العالمين، مش رب الحاجة اللي ليها تمن، ده رب كل العوالم. حتى العالم بتاعك اللي جواك، اللي محدش شايفه غيره، وهو شايفه كويس، شايف تعبك، شايف حيرتك، وشايف النعم اللي حواليك حتى اللي انت مش واخد بالك منها. ومع كل ده لسه بيديهالك، مش عشان احنا مثاليين، بس عشان هو رحيم. ويمكن مستني مننا حاجة بسيطة: إننا نبص ونقول الحمد لله. فاكر الراجل اللي صحي ومش شايف؟ هو كان نفسه يرجع اليوم عادي جدا، اليوم اللي احنا عايشينه دلوقت. يمكن الفرق انه فقد بصره عشان يشوف، واحنا لسه شايفين بس محتاجين نحس. فقبل ما اليوم يخلص جرب بس تبص على نعمة واحدة كنت فاكرها عادية، ويمكن ساعتها تقول بصدق أكتر: الحمد لله رب العالمين. بس يمكن في حاجة تانية كمان: مش بس بنشوف النعم غلط، يمكن كمان بنحكي لنفسنا حكاية غلط عنها، حكاية مريحة بس مش حقيقية قوي. هنحكي عنها المرة الجاية. مستنياكوا.